السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع أخوكم محمد عمر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن هاتف خطير جدا جدا، الناس منتظراه من أول ما تم الإعلان المبدئي عن الهاتف ده في شهر 3 اللي فات تقريبا، في شهر مارس، والناس متحمسة جدا للهاتف ده لأنه تم الإعلان فيه عن أقوى شاحن موجود في العالم حاليا بصفة رسمية 240 واط. الهاتف ده يا جماعة بيشحن في أقل من 10 دقايق البطارية بالكامل 100%. ومش دي الحاجة الوحيدة بس المبهرة في الهاتف ده، الهاتف ده مليان حاجات خطيرة جدا وناس كتير فعلا منتظراه وشايفين من الحماس. لحد دلوقتي ما قلناش اصلا اسم الهاتف ده طبعا زي ما انت شايف من عنوان الفيديو هو الريلمي جي تي 3. هاتف خطير جدا وسفاح في حاجات كتيره، فمن غير ما نضيع وقت كتير بقى تعالوا على طول نبدا مع تفاصيل الهاتف الكامله. وتاكد ان انت تتابع الفيديو للاخر عشان الفيديو ده مليان حاجات كتير جدا انت لازم تعرفها عن الهاتف ده. وخلونا نبدا اول حاجه مع تصميم الهاتف. ومبدئيا كده الانبهارات معانا موجوده من اول تصميم الهاتف. الهاتف هنا في حاجه مش موجوده في هواتف كتير جدا، حاجه ملفته، وهو ان الهاتف بيجي في ظهره زي ما احنا شايفين RGB LED بتنور مع الاشعارات بتاعتك وبتتحكم فيها. زي ما احنا شايفين مربع كده LED بتتحكم في الاضاءه بتاعته مع الاشعارات وبتعمل حاجات كتير. شفنا الحاجات دي مؤخرا مثلا في الناثينج فون، شفناها في حاجات كتير، ولكن هنا مميزه جدا وشكلها ملفت جدا للانتباه. واكيد الهاتف ده اول ما تشوفه من ظهره هتعرف ايه هو خامات الهاتف. بقى الهاتف بيجي بظهر من الزجاج مع فريم من البوليكربونات او البلاستيك، وزي ما احنا شايفين البامب الكبيره الموجوده في ظهر الهاتف اللي بتحتوي على المربع بتاع ال LED اللي قلنا عليه، واللي فيه العدسات واللي فيه الفلاش. واسفل شمال الهاتف موجود اللوجو بتاع ريلمي. والهاتف هنا تقدر تحط له شريحتين 5G وما تقدرش تحط له كارت ميموري للاسف، وهنعرف ليه، لان فيه مساحات تخزين كتير جدا متنوعه في الهاتف هنا. تصميم الهاتف من الامام، الهاتف بيجي بشاشه كامله، شاشه بتستحوذ على اغلب الواجهه الاماميه للهاتف باستثناء الهول بانش الموجود، وكل الحواف والبزل اللي موجوده في الهاتف تكاد تكون معدومه تماما. ونسيب التصميم الخطير ده بقى نروح نتكلم عن الشاشه الاخطر. شاشه هنا ممتازه جدا يا جماعه. الشاشه هنا من نوع اموليد بحجم 6.74 بوصه بكثافه بكسلات 451 بكسل بير انش. شاشه كده جودتها بتقع بين الفول HD بلس وال2K. معدل تحديث الشاشه دي يا جماعه 144 هرتز. كل حاجه في الشاشه دي خطيره جدا، شاشه سريعه جدا، كمان مميزه للالعاب مع المعالج اللي رايحين له كمان شويه، فحاجه خطيره جدا. وكمان الشاشه دي بتدعم HDR10 بلس، وبتدعم يا جماعه اكتر من مليار لون. الشاشه دي خطيره جدا، دقه الالوان فيها ممتازه فعلا. وكمان شده سطوع الشاشه دي بتوصل لحد 1400 نتس، دي الجيك بتاعها، ولكن الطبيعي بتاعها حوالي 1000 نتس. طبعا ستيل شده اضاءه عاليه جدا، فالشاشه هنا خطيره بكل ما تحمل الكلمه من معنى. والهاتف هنا بيجي منه نسخ كتير جدا زي ما قلت لكم. الهاتف هنا تقدر تاخده بنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رامات، او نسخه 256 جيجا مع 12 جيجا رامات، او نسخه 256 جيجا مع 16 جيجا رامات، او نسخه 512 جيجا مع 16 جيجا رامات، او نسخه 1 تيرا مع 16 جيجا رامات. ايه هم ناس فاضيه للدرجه دي؟ ريلمي فاضيين للدرجه، مش عارف في ايه كميه النسخ دي يا جماعه. معاك من 128 لحد 1 تيرا باختلاف بقى 8 جيجا رامات، 12 جيجا رامات، 16 جيجا رامات. في ايه يا جماعه؟ خدوا الموضوع يعني ابسط من كده، العمليه مش مستاهله كل ده والله. ونروح للمعالج بقى اللي هتقدر تستمتع بيه بقى في الالعاب وفي الفرجه على الشاشه وفي اللعب على الشاشه الخطيره دي، وهو معالج من شركة كوالكوم، وهو السناب دراجون 8 جين 1. طبعا معالج سفاح جدا جدا، تكنولوجيا 4 نانومتر، موفر جدا للطاقة. وده نفس المعالج الموجود في الشاومي 12 تي برو، واللي موجود في الريلمي جي تي نيو 5 برضو. طبعا معالج سفاح هتلاقيه في الهواتف الرائده اللي كانت في الفتره اللي فاتت دي كلها. والمعالج الرسومي الموجود في الهاتف هنا هو الادرينو 730. طبعا اداء الهاتف مش هنتكلم عنه كتير لان المعالج هنا معالج رائد بتاع هواتف رائده، سفاح في كل حاجه، فالاداء هيكون افضل اداء موجود معاك في الهاتف ده. فمعالج خطير لحد الان، وشاشه خطيره، وتصميم خطير. كل حاجه في الهاتف لحد الان ممتازه جدا وما فيهوش اي تنازل. نروح بقى للكاميرات نشوف هل هيكون فيها تنازل شويه ولا ايه الدنيا. مبدئيا كده الكاميرا الاماميه الموجوده في الهول بانش ده 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.5. اما الكاميرات الخلفيه بقى فالهاتف بيجي بثلاث كاميرات في الظهر، كاميرا اساسيه بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f1.9 بمستشعر من سوني وهو IMX 890. وطبعا العدسه دي فيها OIS مثبت بصري. اما الكاميرا الثانيه بقى فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل بفتحه عدسه f2.2 ودي كاميرا الالترا وايد. اما العدسه الثالثه والاخيره 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f3.3 ودي كاميرا الزوم او دي كاميرا الميكروسكوب، بتعمل لحد 40 اكس زوم. طبعا الزوم ده مش حقيقي، هو مفيش فيه زوم حقيقي في العدسات هنا، هو الزوم الموجود ده طبعا زوم ديجيتال، ولكن ستيل تقدر تاخد 40 اكس للصوره اللي انت بتاخدها، تقدر تزوم عليها 40 مره. فتجربه الكاميرات هنا
هنا يا جماعه تجربه خطيره جدا، العدسه بتطلع لك الوان وتفاصيل محترمه جدا مع معالجه السناب دراجون الاي جين 1. ده حاجه طبعا خطيره جدا. كاميرات مش محتاجين نتكلم عنها كتير، الصور قدامك واضحه، تفاصيل مميزه جدا فعلا. والكاميرات الخلفيه دي تقدر تصور لحد 4K 60 فريم في الثانيه و30 فريم في الثانيه. فالصراحه الكاميرات هنا مدياك كل حاجه في الفئه السعريه دي، انت مش محتاج حاجه تاني زياده، مش محتاج تعمل ابجريد خالص على اي حاجه موجوده في الهاتف لحد دلوقتي. البلوتوث الموجود في الهاتف هنا هو 5.3، وطبعا الهاتف فيه جميع المستشعرات اللي انت محتاجها، مفيش فيه اي مشاكل، مفيش تنازل في اي مستشعر عن المستشعرات اللي انت تعرفها، يعني التسارع والقرب والبوصله والجيروسكوب سنسور والحاجات دي كلها موجوده في الهاتف. البصمه الموجوده في الهاتف هنا موجوده طبعا اسفل الشاشه، بصمه سريعه جدا ومحترمه لان الشاشه هنا طبعا اموليد. والسماعات الموجوده في الهاتف هنا سماعات استيريو، طبعا اكيد لازم تكون استيريو عشان تستمتع بالشاشه العملاقه الموجوده في الهاتف هنا، لازم تستمتع بصوت محترم جدا فعلا بيجي حوالين منك. فتجربه مشاهده المحتوى على الهاتف ده خطيره جدا يا جماعه. الهاتف هنا بيجيب 3 الوان، اللون الابيض والاسود واللون البيربل. والهاتف هنا بيجيب احدث واجهه من ريلمي يو اي 4.0 المبنيه على اندرويد 13. والهاتف هنا يا جماعه فيه طبعا NFC. وزن الهاتف هنا 199 جرام. حجم البطاريه بقى الموجود في الهاتف هنا يا جماعه 4600 ملي امبير، بتدعم الشحن السريع الطياره الفائق جدا 240 واط. طبعا الهاتف بيشحن زي ما قلنا في اقل من 10 دقائق ل 100%، فدي طبعا اخطر حاجه موجوده في الهاتف، فمش هتشغل بالك بشحن الهاتف، انت مسافه ما تحط التليفون على الشاحن وتخش تتوضى وتطلع تلاقي التليفون بقى 100%. يا جماعه فين بقى الحاجات دي؟ مع المفروض بقى التكنولوجيا دي بقى تنزل للهواتف اللي اقل من كده. احنا لسه في الفيديو اللي فات كنا بنتكلم عن الريدمي 12، كان الشحن بتاعه 18 واط. يعني انتوا متخيلين يا جماعه 240 واط وهاتف ب 18 واط؟ لا في جاب كبيره جدا طبعا مع اختلاف السعر اكيد، ولكن التكنولوجيا دي اكيد مع الوقت هتتطور وتنزل للهواتف الاقل في السعر اكيد. بالنسبه بقى لسعر الهاتف، نيجي اخر حاجه بقى لسعر الهاتف. تم الاعلان عن النسخه العاليه جدا اللي هي نسخه ال1 تيرا مع 16 جيجا رامات، هي دي اللي تم الاعلان الرسمي عنها في السعر، ودي بتيجي بسعر $750. طبعا النسخ اللي اقل من كده تابع انت السعر بتاعها، هتلاقي الاسعار بتاعتها اقل من كده بكتير. تقدر تاخد مثلا النسخه البيزك بتاع الهاتف ده ال 128 جيجا مع ال 8 جيجا رامات، دي برضه هتبقى ممتازه جدا معاك، وهتبقى اقل في السعر بكتير من $750 اكيد. طيب كل حاجه بقى ممتازه جدا في الهاتف ده، فنقول بعض الحبشتكنات كده اللي مش موجوده في الهاتف لو انت ما خدتش بالك منها. الهاتف هنا ما فيهوش مقاومه رسميه للماء والغبار، شركه ريلمي مش عامله سيرتيفيكيتد رسمي IP كام للهاتف، ودي طبعا حاجه كان المفروض يعملوها مع هاتف بالفخامه دي، كان المفروض يحطوا IP ريت معتمد من عندهم. هو طبعا الهاتف هيكون مقاوم للماء والغبار بمعياريه معينه، ولكن هم مش ذاكرينها عشان طبعا ما حدش يقفش فيهم في اي حاجه. تاني حاجه فريم الهاتف الفخم جدا ده جاي من البلاستيك، يعني $750 كان حط فريم معدن، كان حط فريم الومنيوم معاك، كان هيبقى شكله الطف بكتير اكيد. والهاتف هنا ما فيهوش شحن لاسلكي، برضه هاتف في السعر ده كان المفروض على الاقل يحطوا فيه شحن لاسلكي، ولكن الحاجات دي طبعا مش عيوب، ولكن حاجات يعني حطها في حسبانك انها مش موجوده في الهاتف. ولكن على النقيض في مميزات كتير جدا موجوده في الهاتف ده مش موجوده في اي هاتف تاني. سرعه الشحن طبعا ال 240 واط، LED موجوده في الظهر اللي بتعمل كوستمايز للنوتيفيكيشن بتاعتك والالوان والحركات، طبعا حاجه فخمه جدا وممتازه. عندك سماعات استيريو خطيره جدا مع الشاشه الاخضر اللي بتدعم مليار لون، وكمان 144 هرتز، وشده سطوعه بتوصل لحد 1400 نتس، فانت معاك شاشه خطيره جدا جدا في الفئه السعريه دي. في هواتف في رينج الفئه السعريه دي مفيش فيها طبعا ولا نص حتى مواصفات الشاشه دي. وكمان معاك المعالج الخطير جدا السناب دراجون اي جين 1، طبعا معالج رائد ومعالج سفاح، ومعاك كمان الذاكره من نوع UFS 3.1 ذاكره سريعه جدا. الهاتف طبعا طياره معاك بكل ما تحمل الكلمه من معنى، فالهاتف متكامل لابعد الحدود، في كل حاجه انت عايزها موجوده في الهاتف ده. وبس كده، دي كل حاجه عن الريلمي GT3. لو عجبك الفيديو بقى ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تعمل سبسكرايب للقناه، وتفعل زر الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديوهات جديده على القناه ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ومن دلوقتي الفيديو الجاي في حفظ الله.